انا كنت تعرفت على واحد الولد اللي كنت كنحماق عليه بزاف وبلا قياس، واللي كانوا تيعرفونا تيقولوا لنا راه هادشي ماشي عادي. يعني الحب ديالكم اما انت سحره لي اما هو سحر لك، لذاك الدرجه الحب اللي كان بيناتكم. بقيت انا وياه تقريبا 4 سنين وحنا على ديك الحاله. هو كيبغيني بزاف حتى انا كنحماق عليه. ما خليت ما درت معاه كلشي اللي ما يطيح لكمش على البال. نعست معاه، مشيت معاه للدار، كنت تنهرب من المدرسه ونمشي معاه للدار. بقينا على ديك الحاله تقريبا لدرجه كنت نكذب على الدار، كنقول لماما راني غاده مع صحاباتي للحفاضه وكنمشي عنده للدار. يعني كنت كندير المستحيل عليه. شبع مني ولحني، قال لي انا بغيت بنت دارهم. بكيت وترجيت، ما خليت ما درت. ما بغيتوش يتفارق معايا حيت كان حماق عليه. قربت نبوس ليه رجليه وكنطلبو نترجى فيه، ولكن كان واخد القرار ديالو. كيف ما قلت لكم هو قال تيقلب على بنت دارهم. صافي بقيت تقريبا عام وحنا مفارقين. بقيت انا عايشه العذاب، كنتفكرو كتشعل فيا العافيه، كنضرب حناكي نبكي، ولكن ما عنديش ديك الساعات ما ندير لان فات الاوان. اما هو صافي كمل حياته وتصاحب مع واحده اخرى ونساني بحال اللي ما عمري ما كنت في حياته. من بعد سهل عليا الله وجا خطبني واحد الولد اللي ميسور وكل شيء تبارك الله بدارو بخدمته. صافي قلت غادي نتوكل على الله وغادي ننسى الماضي. جات مو هي اللي شافتني وقالت لي تتباني تبارك الله بنت داركم، حيت شافتني كنلبس طويل وحاضره راسي، يعني ما داخله سوق راسي. قالت لي بغيتك لولدي، وبصح داكشي نيت اللي طرا عطيتها النمره ديالي عطاتها لولدها وبينت ليه راني ظريفه وكل شيء. حيت انا فكرت بعيد، قلت غادي نعيش مرتاحه صافي من بعد وغادي ننسى عليا داك الماضي كله. وداكشي نيت اللي طرا. صافي جاو لدارنا هو والوالده ديالو، درنا الخطوبه. من بعد عقدت ومشيت عندهم. الحمد لله لقيت ولد الناس اللي معيشني بخير، ما نقصاني حتى شي حاجه الصراحه. النهار كامل هو تيقيل في الخدمه، كيجي كيطيح دوده. ولكن انا هادشي كان تيعصبني حيت تيجيني بانه مشغول بالخدمه اكثر مني وما كيهتمش بيا ولا حتى حاجه. صافي تيجي من الخدمه تيقول لي انا باغي غير نعس ونرتاح. داكشي اللي كنحط له الماكله تيطيح دوده، لان تيجي مهدود. يعني كما تنقولوا الله يحسن العوان. صافي السيمانه كامل هو تيبقى خدام، غير نهار الحد اللي تيكون مسالي هو فاش كان تيجلس في الدار، وديك الساعات عاد كنقدر نجلس معاه ونهضر معاه. ومره لا خرجنا، ماشي دائما. ولكن كان راجل ما خلاني محرومه من حتى شي حاجه. الخضره كيجيبها، كيجيب التقضيه، المصروف ديالي كيعطيه ليا. يعني ما كنت محتاجه حتى شي حاجه، ولكن الاهتمام العاطفي ما كانش والو، ما كنحسش بالمتعه معاه. صافي دازت عامين تقريبا على ديك الحاله، مزوجين انا وياه، هو في خدمته وتمارته وانا عاوتاني في الدار. واحد النهار جات عندي بنت خالي قالت لي راه صاحبك القديم اللي كنتي معاه راه بغا يهضر معاك، بغا يقول لك شي حاجه، بغا يطلب منك السماحه. عييت ما نردها، تنقول لها ما قولي له ما بقاتش باغياك، صافي هي دارت حياتها بعد منها. قالت لي راه قال لك غير بغا يقول لك شي حاجه وصافي، يعني ما غاديش يخرج لك على حياتك. صافي ما نكذبش عليكم، تفكرت الماضي وحسيت براسي بانني مازال كنبغيه ورجعت معاه. صافي يعني ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي رجعت معاه واخا انا مزوجه. حيت الصراحه كان عندي واحد النقص عاطفي اللي صافي هو اللي كنت يعمره، ولقيته في صاحبي. يعني داكشي اللي ما لقيتوش مع راجلي لقيته مع صاحبي. صافي وليت ملي كيخرج راجل للخدمه تنعيط له، كيجي عندي للدار كنعس معاه، يعني كنحس معاه بالراحه. داك الفراغ العاطفي لقيت معاه راحتي. هو اللي كنت يعمر. بقينا هكاك يوم على يوم، وليت راجلي ولي صافي كنعزل عليه الفراش، ما بقيتش كاع ندير معاه حتى شي حاجه. كيطلب مني السماحه، تيقول لي واش راكي مريضه، واش انا درت لك شي حاجه. كيعيا ما والو. صافي انا بحال لقيت غراضي مع واحد اخر، وهو صافي يدبر راسو. صافي عزلت عليه الفراش تقريبا 3 شهور، ما بقاش متقبل هاد الفكره، نهض الصداع النقير. ولا تيقول لي واش انا عندي المراه في الدار ونخرج نقرب على البنات في الزناقي، يعني ما تقبلهاش. وانا كنت كنخلي الهضره ديالو من الودن وتخرج لي المودن، حيت انا صافي عايشه حياتي ولقيت اللي بغيت.
ولكن اخوتي هنا فين غادي تكون الصدمه الكبيره. ما كنتش متوقعاها نهائيا، واحد الشمته اللي غادي نطيح فيها. تصدمت، ولكني هذاك هو الجزاء ديالي. صافي عزلنا، هو كينعس في بيت، انا كنعس في بيت. تعقدات الامور، هو ما بقاش متقبلها، كل نهار الصداع والمشاكل. صافي جا عندي قال لي تقريبا عامين وانا وياك مزوجين، عمرك ما هربتي مني ولا نفرتي مني، دابا واش وقع لك؟ قولي لي. صافي بقيت انا كنقول له انت ما كتهتمش بيا، انت حاضر غير الخدمه ديالك، تجي تنعس وانت كتسالي غير خدمتك، ما كتشوفش فيا انا ولا كتفكر فيا. اللي بغيتيها كنجيبها لك، انت حاضر غير الخدمه. يعني بديت كنرد له اللوم اللي هو قال لي ولكن هذيك راها الخدمه، يعني انا راه تنبني لك مستقبلك اللي كنتي ولولادك، وكنضرب تماره. واصلا قال لي اللي بغيتيها كنجيبها لك، اللي طلبتيها كتحضر. واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ قلت له كاين، ولكن انا قلت له ما كان داك الجانب العاطفي ما عمرتيهش ليا. انا كنبغي الراجل اللي يهتم بيا واللي يكون بيا، وانت الخدمه ديالك هي اول حاجه. قلت له صافي ما بقاش عاجبني الحال. قال لي صافي انا ما بقاش عاجبني الحال، عييت ما نصبر لك على هبالك، عييت ما نقول دابا يهديها الله شي نهار. سير اختي لداركم، براتك غادي توصلك. صافي كان الليل ديك الساعات، صافي هو مشى نعس، وانا صفت ميساج لصاحبي القديم، قلت له راه راجلي بغى يطلقني، هذه هي الفرصه ان شاء الله باش نتزوجوا انا وياك. هو يقول لي لا لا لا، غير ديري له خاطرو، خليك جالسه معاه، حاولي تجمع منه شويه ديال الفلوس باش نتعاونوا انا وياك، وعلى ما نكون انا نتدبرت على شي خدمه ونتزوجوا. قال لي سيري طلعي دابا طلبي منه السماحه وديري بحال راه ما كاين حتى شي حاجه. وداكشي نيت اللي درت، سمعت هضرته، طلعت لعند راجلي، حزرته وطلبت منه السماحه. صافي وسامحني ونعست حداه ورجعنا بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. ولكن ما قطعتش العاده ديالي، هو كيخرج للخدمه، انا كنجي نعيط للاخر، انا عايشه الحياه وهو في الخدمه. صافي استمرت العلاقه تقريبا هكاك معاه واحد الشهر. واحد النهار جا قال لي راني لقيت واحد الخدمه في مدينه اخرى وخصني الفلوس وخصني اللي يوقف معايا. وانا كنت مخبعه واحد 46 الف ريال، عطيتها له وقلت له سير دبر على راسك باش نبنيو مستقبلنا وداكشي. تقريبا صافي مشى هو وانا كملت مع راجلي، ولا تيجي مره كيجي عندي، يعني ماشي دائما. فاش كيجي لمدينتنا كيجي عندي مره فاش ما كيكونش راجلي. وديك الفتره تقريبا فاش كان هو غايب حملت انا من راجلي. وصاحبي فاش سمع القضيه ما عجبوش الحال، قال لك صافي بحال انبو الضمير زعما ديالو، قال لك دابا راكي حملتي وحرام نبقاو نديرو هكا، صافي نقطعوا علاقتنا ودابا غادي تولي عندكم بنت ولا ولد، المهم بقاي مع راجلك وصافي. ومنين دابا غادي ديروا وليدات يعني بحال تحرمات العلاقه مع انا وياك. وداكشي نيت تقطعت العلاقه وتقطع التواصل بيناتنا. صافي هو مشى في حياته، وانا الحمد لله ولدت بنيته اللي ولات هي الممود عينين راجلي، تيحماق عليها بزاف، دار ليها السبوع مخير اللي عمر شي واحد ما دارو قبل مني. سميناها سوسن. صافي ولا كيتسطى عليها لدرجه ملي كتمرض هو اللي تيبقى سهران، هو اللي مقابلها، يعني بحال هزيتي راجل وحطيتي راجل. ولا كيمشي للخدمه واخا تيجي عيان كيف ما كان قبل، ولا المهم تيلعب معاها ويعطيها الوقت الكافي. الحمد لله كانت حياتنا مزيانه، يعني ديك البنيته دخلت للدار، دخلت الفرحه للدار. المهم ولات تقريبا عندها عام تبارك الله، كبرات. ولكن كانت مريضه واحد المرض اللي ما لقالو حتى شي طبيب الدواء، مرض خايب. ما خلينا فين دوزنا، كنمشيو انا وباها لاي طبيب، اي واحد قال لنا شي حاجه كنديروها. واخر طبيب مشينا عنده قال لنا خصكم ديروا شي تحاليل، حيت كاينين شي امراض وراثيه تكون اما فيك اما فيه هو. داكشي نيت اللي درنا. لا غد اللي مشينا انا وياه درنا التحاليل، وهنا غادي تكون الصدمه، كتكون بان راجلي ما كانش كيولد، يعني عاقر. صافي تصدم هو، تصدمت انا، بقينا كنشوفوا بعضياتنا، ما عرفتش شنو غادي نقول. وهنا فين غادي تكون الكارثه العظمى والصدمه اللي غادي تقلب الموازين واللي غادي تكون كبيره بزاف. صافي هو تصدم صدمات العمر، بداتي يدخل ويخرج في الهضره. بدا تيقول زعما انا عندي بنت، تيقول داك الطبيب انا راه عندي بنت، كيفاش ما يمكنش كنولد؟
عاود التحاليل نفس القضيه، عاود التحاليل مره اخرى نفس القضيه، تخرجوا التحاليل بانه ما تيولدش. ولكن هادشي ما قالوش لي حتى عاود التحليل المره الثانيه، عاد قال لي شنو كاين. صافي دخل للدار ما سلم عليا ما حتى شي حاجه، ماشي كيف ما عادته. بدا كيشوف فيا واحد الشوفات مخنزر مصدوم مستغرب، يعني ما فهمتش. صافي وانا نقول له مالك كتشوف فيا ديك الشوفات بحال هكاك، وبقى كيشوف حتى في البنت. قال لي بنت من هادي وشكون باها. صافي انا تصدمت بحال الا كبيتي على شي سطل ديال الماء مثلج. تصدمت بقيت غير تنشوف فيه، قلت له كيفاش بنت من هادي؟ قال لي راه خرجوا لي التحاليل وعرفت راسي بانني ما كنولدش. صافي خليته تيهضر وهو تيهضر وانا تنفكر الفيلم كله داز قدامي. تنتفكر هو كان تيخرج الخدمه، تنتفكر صاحبي القديم كنت نجيبو. صافي بقيت كنصفر ونخضر، تلفت ما عرفت ما نقول له، بقيت غير عطيها الغوات وحتى هو بدا تيغوت وتيهرس في الماعن. هرس التلفازه ما خلى ما هرس التليفون الماعن، وبقى تيسبني يا العاهره يا الفاعله يا التاركه يا الفاسقه. صافي شي معيا اللي عمري ما سمعته من عنده. قال لي شكون هذا الحمار اللي كنتي كتمشي معاه؟ صافي انا بقيت كنترعد غير ساكته، ما عرفت ما نقول له لا ايه لا لا حتى شي حاجه. صافي بدا يضرب فيا، تشبع فيا التصرفيق معايا، وضربني الفتحه اللي ولدت بها. صافي بقى تيقول لي شكون باها، مع من كنتي كتخونيني، مع من. صافي انا بقيت كنشوف عمري ما شفت ديك الحاله اللي وصل ليها، الكشاكش ديالو خارجه والبنت مسكينه بقات كتبكي. هو مولف تيمشي يهزها، هاد المره خلاها كتبكي بحال ما كايناش. صافي قال لي غادي نقولها لداركم وغادي نطلقك، زختي عليا حوايجك وسيري لداركم. بقيت كنطلب فيه ونرغب فيه، قلت له الا دارنا راه لا تقولي الخبار غادي يقتلوني. والو. صافي داكشي نيت اللي دار وصلني لدارنا بحوايجي. دخلت با ما فهمت حتى شي حاجه، ماما حتى هي نفس الشيء. قال لهم ها بنتكم شنو دارت، ها هي عندكم وبريتها غادي توصلك. صافي بابا ما تقبلش الموضوع، بقى تيعاير فيا، ضربني قال لي الباب اللي دخلتي منها خرجي منها. صافي دارنا جراو عليا وما تقبلوش، ما خلاونيش نجلس عندهم لا انا ولا بنتي. رجعت لدار راجلي كنطلب فيه ونزاوك، حتى هو سد الباب وجرى عليا، ما لقيت فين نبات. مشيت عند واحد صاحبتي اللي كنت نعرفها تقريبا قبل ما نتزوج، كانت هي كتمشي مع الدراري، جلست معاها وقنعتني بان مجال الدعاره هو اللي فيه الفلوس. بغاتني نخدم معاها في الدعاره، وبصح داكشي اللي درت خدمت معاها. وبنتي عطيتها لشي ناس ما تيولدوش، هما مغاربه ولكن كاينين في الصبليون. المهم معاهم غادي تعيش مزيان وحسن من اللي انا هاد لا سيتوياسيون اللي عايشاها. غادي يديوها وغادي تكون حسن. دابا انا ندمت على النهار فاش خنت فيها راجلي اللي معيشني بخير. تبعت الشهوه ديالي اللي خرجت عليا وصدقت، لا انا براجلي لا بعائلتي لا ببنتي. وهذه نهايه القصه ديالي اللي كنبغيها تكون للعبره.